الكل لا يصدقون، لا يتكلمون، عاجزون عن الفرح. سيكون برشلونة متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم مجبراً على التعامل مع وكيل أعمال آخر عند التفاوض مع الشاب أمين جمال ذي الأصول المغربية لتوقيع عقد جديد. وقالت صحيفة سبورت الإسبانية إن جمال 15 عاماً والذي ينظر إليه على أنه الموهبة الأبرز في أكاديمية برشلونة لا ماسيا اتفق مع البرتغالي خورخي مينديز إدارة أعماله. وأشارت الصحيفة إلى أن ميندي شرطة الوكيل السابق للبرتغالي كريستيانو رونالدو شرط هو من سيدير مفاوضات التجديد بين برشلونة واللاعب الذي يرشحه البعض ليكون خليفة الأسطورة ليونيل ميسي. ولا يعد مينديز غريبا على برشلونة إذ يتكفل البرتغالي حاليا بإدارة أعمال سوفاتي وليخادرو بألدي لاعبي إدلوغرانا ويكو غونزاليس متوسط ميدان البرسا المعار إلى فنوسيا، بالإضافة إلى لاعبين مشهورين مثل ليكاولي ومبي رادمي لفيليكاوا وخاميسر ودري غيث وكيلي ورنافس وماركا وأسيانسيا وأيضا مواطنها جوازية. وأنهى جمال تعامله مع إيثان دي لابينيا وكيله السابق الذي يمثل أيضا اثنين من لاعبي برشلونة الحاليين وهما غافي وأوريكا غارسيا.